الخروج من الأزمة المالية التي تطال غالبية الأندية. المزيد في تقرير مراسلنا حسين بوصالح. في ظل الأزمة المالية التي باتت تعصف بغالبية الأندية الجزائرية، اهتدت إدارة وفاق سطيف إلى إنشاء مقر جديد حمل اسم أحد أبرز الشخصيات الرياضية بالمدينة، المدرب الراحل مختار العريبي. هدف هذا المشروع بالدرجة الأولى اقتصادي، وإيجاد دخل بديل لخزينة الوفاق من خلال تأجير الملاعب الثلاث المعشوشبة اصطناعيا طيلة الموسم، والتي ستدعم خزينة الوفاق ب200,000 دولار سنويا، ومحلات لبيع أقمصة النادي. كما تم تخصيص متحف يضم أهم الكؤوس التي حازها النسر الصيفي منذ الاستقلال. أول نادي في الجزائر، حتى يعني الفريق عنده مكان وين يبيع الألبسة الرياضية تاوعو كل شيء، يعني عنده سنتين. وضيف إلى ذلك احنا في صدد إنجاز يعني مطعم هنا، يعني معين، يعني مستوى كبير، يعني مستوى عالي، باش ثاني للفئات الشبانيه والفريق الاول. قبل ما نطرقوا لهذه المنشآت يعني الاقتصاديه اللي ربما راح ترجع بالفائده من الناحيه الماليه على نادي وفاق سطيف، ايضا نتفاداو شويه تدخل تاع الدوله والبلديه والجماعات المحليه بصفه خاصه في تمويل النادي. على بالكم باللي خاصه حاليا مع التقشف هذا نظرا للانخفاض تاع السعر تاع البترول، ارتأت إدارة وفاق سطيف أنها يعني تلجأ إلى بعض الاستثمارات خاصة في الميدان الكروي. التكوين واكتشاف المواهب هو ما يسعى إليه هذا المركز، بحيث فتحت الأبواب لتسجيل الأطفال الراغبين في تعلم أبجديات كرة القدم، وبتأطير مدربين ومكونين. إشراف النادي بكل توفير كل الإمكانيات من حيث الملاعب ومن حيث الماتيريال بيداغوجيك، ويتم التكوين في مرحلة هذه تاع بين 5 و6 سنين لدعم الفئات الشبانية من أشبال، أواسط، آمال، فريق الرديف، حتى يعني وين يلحقوا حتى الفئات الكبرى. البحث عن موارد مالية جديدة للأندية الجزائرية بعيدا عن التمويل الحكومي باتت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وخطوة الوفاق بحسب مراقبين تستحق الإشادة. حسين مصالح، بي سبورتس، مدينة سطيف، شرق الجزائر.